مساء الفل. في الأول عايزين نعرف إيه هو الحب. بوس الحضن مشتاق. على فكرة بجد في ناس دي كل معلوماتهم عن الحب. الحب موجود في كل زمان وفي كل العصور، لكن طبعا اتطور واتغير عن زمان زيه زي أي حاجة في حياتنا. تحبك بس تشعر معاه بالأمان، في تردد، هذا أحب وهذا أريد. أبا أنا عايز أتجوز. زمان اللي بيحبوا كانوا بيحلموا يتجوزوا ويقول لك نجيب. دلوقتي أغلب اللي متجوزين بيقولوا طلقني بدل ما اخلاق. لو الأسباب مهمة ومقنعة. بيشخر. نعم. طبعا مش كل اللي متجوزين. لكن انت خطك حلو قوي. أنت أحلى. شايف الرومانسية؟ شايف الكلام؟ فاكرة نفسك متجوزة مدرس باليه؟ ده أنا رضا، ده أنا فين إخواتي؟ طب بالذمة ده كلام؟ انا مش فاهم ليه حضرتك عايز تحرمني منه؟ يا بابا احنا مش زي الشطرنج، حضرتك قاعد تحرك فينا زي ما انت عايز وتجوزني اللي انت عايزه. شايف حبيب زمان كان متمسك بحبيبته ازاي؟ احسن، تستاهل بصراحه. ما انت لو سالت اي حد متجوز هيقول لك يا ريت ابويا كان ضربني بالقلم. انا بهزر طبعا، واخد بالك انت؟ زمان يبقى الواد بيحبها ومش عارف يشوفها او يكلمها، ومفيش اي وسيله يعرف يوصل لها، ما كانش قدامه غير التليفون الارضي، وحتى ده كان صعب يجيبه، وحتى لو معاه رقم الارضي عشان يعرف يكلمها لازم يتشتم يجي 50 مره. الو، ما ترد يا بجم يا حقير. انا مش عارف يعني ايه بجم، بس حلوه، اصل الشتايم دلوقتي بقت قبيحه. المهم بيفضل يتصل ويتشتم لحد ما هي اللي ترد عليه. الو. شايف الرقه؟ شايف الالو كانت ازاي؟ بالذمه في الو كده، لكن دلوقتي اسمع يلا، جو الحب والرومانسيه واللفلفه ده ما يتعملش معايا انا يا بابا، ها؟ بالاخر. والمشكله بقى لو مفيش ارضي هيضطر يروح لها عند البيت ويقعد لها على القهوه ويلف حوالين بيتها كل يوم، يمكن يشوفها صدفه وبرضه مش هيعرف يكلمها. ما هو زمان كانت مصيبه لو حد خد باله، لكن دلوقتي بقى تحت شباكك انا جيت، انا واقف تحت البيت. ايه ده عادي كده؟ وبسمع حتتك انت تخصني. يخرب بيتك، ده انت فضحتها. بالعافيه انا جوه في منطقتك، واقف تحت بيتك. هي دي لو اختك هتعمل معاها كده؟ يا دي اختي، لو اختي هتصاحب بس ان بابليك واخوها عارف، سو وات. بص يا بنت الايه مش هحلك. ايه يا عم، هو بالعافيه تقلب زومبي؟ هي وصلت لكده؟ يعني ما تحاوليش، ما هو يانا يا ما فيش. اصلي ما عنديش في الحب هزار. بص بقى زمان موسيقار الاجيال قال لها ايه؟ وبيع روحي فدا روحي. واخد بالك؟ بيقول ابيع روحي مش ابيع روحك. ليه بقى؟ عشان عشق الروح ملوش لكن عشق الجسد فاني. شايف الكلام؟ والبنات كمان اتغيرت قوي عن زمان. ده عينه من وده عينه من. لكن زمان بقى شوف الشياكه والدلع. مكسوفة منك، مش قادرة اقولك اني بحبك. دي بتقول له مش قادره اقول لك اني بحبك، وبص دي بتقول ايه؟ وده نفسه فيا. الله 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 الله. وانا نفسي فيك انت بتقولي ايه يا فنانه؟ الكلام ده عيب. دي اغنيه رهيبه، انتوا موهبه بشعه. زمان الشاعر الكبير احمد رامي كان بيشوف واحده كل يوم في شباك المشربيه اللي قدام بيته، وكان بيحبها قوي وبيكتب لها شعر من غير ما يعرف حتى ملامحها، لانها ما كانتش باينه قوي من الارابيسك بتاع المشربيه. المهم في الاخر اكتشف انها قله ومحطوطه على الشباك. على فكره ده حصل بجد مش هزار، اصل زمان كان في رومانسيه مفرطه. قفلتش ليه؟ اقفل انت، ما اقدرش اقفل قبل منك. تيجي نعد 1 2 3 ونقفل احنا 2 سوا. 1 2. زمان كان الواد بيحلم بس انه يشوف حبيبته، ولو اتكلم معاها 5 دقايق كان بيبقى طاير من الفرحه. قبل الدنيا فرح وشموع. وزمان كانت الكلمه وعد وعهد، لكن دلوقتي ممكن يقعدوا ياكلوا دماغ بعض شات وتليفونات من بالليل للصبح، وبعد كام يوم يقول لها انت تستاهلي واحد احسن مني. وهي تقول له انا كنت بتعامل معاك زي اخويا. انا اسفه، انا حاسه ان احنا اخوات. بعد ما كان فاضل شويه ويخلفوا، والحب والسهوكه والمحن بيتقلبوا العركه. عايز عروبان على حياتك. والحكايات بتخلص قبل ما تبتدي. طبعا ده منتشر الايام دي، لكن اكيد مش كله. في شباب كتير محترمين وقد كلمتهم. لحد دلوقتي شاقتني يجي 12 مره، كل مره من اكونت مفيك مختلف. الجيل الجديد يبان انه محظوظ، لكنه في الحقيقه مظلوم. حاجات كتير بقت سهله عليه، لكن نفس الحاجات دي مصعبه الدنيا عليه. ايه تاني؟ الجيل الجديد اتخطف، انشغل، اتحبس. لا مش قصدي كده. الجيل الجديد اتحبس في الموبايلات والميديا، كل حاجه بقت سهله وسريعه، عنده من كل حاجه 100 اختيار ان ما كانش 1000، لكن طول الوقت حيران ومش عارف يحدد اختياره. عنده كل الترفيه والمسليات لكن مش عارف يستمتع. جيل ذكي وعنده كل الامكانيات
بس مش عارف يوصل. الجيل الجديد متشتت مزنوق وسط الزحمة، زحمة أفكار وزحمة طموح وزحمة مغريات وزحمة أسعار وزحمة إحباط. جيل اتحرم من الهدوء، من العيلة والترابط. جيل اتحرم من الحب والرومانسية بتاعت زمان. الحب بقى بالنسبة له تيك أواي. مش بقولك فعلا جيل مظلوم؟ بجد ربنا يكون في عونهم. المهم اللي عايز أقوله إن من زمان وفي زحمة، ومن زمان مفيش رحمة، والمولد من زمان وصاحبه غايب. بس زمان كانت الناس رايقة وبسيطة، وكانت بتعرف تتبسط في أصعب الظروف وبأقل الإمكانيات، وأهم حاجة كانت بتحب بصدق وبتعبر بأدب. وده الفرق بين الحب زمان والآن. وبجد الآن عشان كل حاجة ما بقتش زي زمان، مش الحب بس. المهم في النهاية الحب موجود وهيفضل موجود حتى لو شكله وصفاته اتغيرت. الحب ببساطة هو عبارة عن محاولات لإسعاد نفسك عن طريق إسعاد الطرف التاني. ابسطها لك. يعني كل ما هتخليه مبسوط هتكون انت كمان مبسوط ان هو مبسوط، والمهم ان يكون ده هدف الطرفين مش طرف واحد. ويا رب تكونوا انبسطتوا. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل لايك. سلام. الحب جوه